قبل ما تتم 30 سنة في 3 قرارات لو ما بدأتش تفكر فيهم دلوقتي هتيجي بعد كام سنة وتقول ليه ما بدأتش بدري. الجملة دي سمعتها من ناس كتير على مدار 15 سنة في الاستثمار العقاري. ما تستناش الوقت المثالي، لأن أكبر كذبة في الاستثمار العقاري إن في وقت مناسب لازم تدخل فيه. في ناس مستنية الفلوس تكتر أو السوق يهدى، بس الحقيقة اللي بيبدأ بدري حتى لو بمبلغ صغير هو اللي بيلحق الفرص قبل ما الأسعار تطير. تاني حاجة، اشتري أصل مش شكل. قبل ما تفكر تشتري شقة شكلها حلو أو مشروع جامد، اسأل نفسك هل ده أصل هيزيد قيمته مع الوقت ولا مجرد رفاهية أو تسرع منك؟ المستثمر الذكي مش بيشتري عشان يعيش، بيشتري عشان يبني ثروة قدام. خليك فاهم، مش بتتفرج على الناس وخلاص. في ناس كتير بتسمع عن الاستثمار العقاري بس مش بتفهمه. بس الناس اللي بتدور كويس بتدور يكون عندها علم في سن صغير، بتفهم السوق، بتقارن الفرص وبتاخد قرارات محسوبة. الفهم هنا أهم من الفلوس نفسها. فوانت صغير مش مطلوب منك تبقى غني ولا تبص على تجارب غيرك. كل المطلوب منك انك تبدأ تاخد خطوة حتى لو بسيطة وتاخد القرار الصح عشان تبني مستقبل بشكل صح.